عجباتك هذا لاكولير وما عرفتيش واش من صبغه تستخدمي ولا واش من ميلونج راح تحطي؟ روحي نقول لك واش ديري خطوه بخطوه. اول حاجه نروحوا للصبغه الاسطوريه بيبي غاز. راح تدي منها هذا الميلونج، راح تدي علبه كامله من رقم 10 اشقر فاتح ثلجي، راح تضيفي له اشقر متوسط رمادي 7.1. احنا راح نطبقوها على خصلة لونها اسود، اكيد اسود طبيعي ماشي مسبوغ. انت ديري في بالك الا شعرك عسلي، شعرك في الماغون، شعرك فاتح عليها شعرتان كلير، المهم كامل هذو الالوان اللي راهم فاتحين على هذه الخصلة راح تتحصلي على نتيجة افضل من اللي تحصلنا عليها احنا. تحطي من رقم 10 علبة كاملة، تزيدي تحطي من رقم 7.1 ربع. انا راح ندي قيس الخصله وكميه الاوكسيدون كيما موالف نقولكم. قيس الصبغه قيس الاوكسيدون، ادينا الصبغه علبه وربع، حتى الاوكسيدون راح ندو علبه وربع. اذا كان عندك الشيب راح تستخدمي اوكسيدون تركيز 20، اذا ما كانش عندك الشيب راح تدي الاوكسيدون تاعك تركيز 30. هنا صبغه بيبي غوز ما تحتاج الخلط الجيد كيما شفتوا، بالخوف تتخلط يعني ماشي كيما لي مارك وخد اخرى. هنا كي تجي رايحه تصبغي شعرك في الجذور خلي 2 سنتيم ما تحطيش فيهم الصبغه وصبغي شعرك كامل. بعدها كي تبقى لك ربع ساعه ورايحه تغسلي شعرك حطي الصبغه تاعك في الجذور. كي تحطيها في الجذور ماشي تحطيها وتروحي وتخليها، تبقاي تراقبي فيها. كي تشوفي لاكولار راها خرجت وراها موحده مع باقي الشعر تروحي تغسلي شعرك مباشره. تخليها في شعرك لمده ما بين نصف ساعه حتى 45 دقيقه على حساب القاعده اللي طبقنا عليها هذا الميلانج. وهاي لكم النتيجه على شعر لونه غامق.